السلام عليكم. لو نفسك تبدأ في مجال الشبكات او بتذاكر سي سي ان ايه بس حاسس ان الموضوع كبير او معقد، فان شاء الله الفيديو ده معمول ليك. انا هبدأ معاك من الصفر خالص وهنمشي خطوة خطوة لحد ما تبقى فاهم الشبكات بجد، مش حافظ نظري وخلاص. دي سلسلة لابات عملية، يعني كل حاجة هتفهمها هنطبقها بايدينا باستخدام برنامج الباكيت تريسر. طبعا انت ممكن تكون عارف البرنامج الباكيت تريسر علشان انت مفروض بتذاكر سي سي ان ايه او عايز تبدأ في المجال يعني. في الاول كان يعني تجربتي في مذاكره السي سي ان ايه، طبعا خصوصا ان انا كنت بذاكرها لوحدي، كان بيقابلني صعوبه في الاول في حكايه اللابات، ان انا الاقي لاب يشرح لي ترابل شوت. يعني ايه ترابل شوت؟ يعني في بيئة عمل شغالة او في مشروع شغال او في فرع شغال، يعني في الاجهزة وموجودة وشغالة ومعمول لها اعدادات وشغالة، وحصل مشكلة. فانا بعمل حاجة اسمها ترابل شوت. ترابل شوت يعني زي بمشي خطوات حل كده بحيث ان انا اشوف المشكله فين واحلها. دي ما كانتش موجوده بسهوله في الاول. كانت معظم اللابات كانت موجوده من الصفر، يعني نبدا الحاجه من الصفر، انا اللي اعمل الاعدادات من الصفر وانا ابني الشبكه من الصفر، ابنيها لحد ما تشتغل. ده كويس، ده احنا هنستخدمه ايوه في الاول، يعني احنا في الاول هنبني الشبكه واحده واحده مع بعض. طيب بعد كده هجيب انا شبكة تانية موجودة فعلا شغالة وهعمل فيها مشكلة ونعمل ترابل شوت، يعني نشوف الحل فين ونمشي واحدة واحدة مع بعض الخطوات، يعني كل الاحتمالات هنشوفها. فان شاء الله يعني السلسلة دي تفيد الناس اللي عايزة تعمل ترابل شوت او عايزة تشوف بيئة العمل الحقيقية ازاي. طبعا هي اللابات هتكون بصورة مصغرة شوية طبعا كسي سي ان ايه، هيبقى المستوى يعني زي بيئة عمل مش مش محترفة قوي. هي هتكون بس على قد سي سي ان ايه، انك تفهم بس الشبكة او تفهم ترابل شوت بس. فمش هنطول عليكم، تعالى الاول نبدأ على اول لاب معانا وهو النتورك بيزكس. طبعا ده اول لاب، فانت لو بتذاكر سي سي ان ايه فهو جه قدامك حكاية الاي بيهات والسبنت والشبكات والاجهزة وكده، بس طبعا هقول ملخص سريع او حاجة نظرية بسيطة جدا علشان ندخل في اللاب على طول. يعني ايه نتورك؟ ببساطة الشبكة هي مجموعة اجهزة متوصلة ببعض. طب الاجهزة دي متوصلة ببعض عشان تعمل ايه؟ علشان نتبادل البيانات، يعني عشان ابعت رسالة واتساب وتوصل، علشان اكلم حد عن طريق مثلا اي برنامج للتواصل او اي ابلكيشن للتواصل، اكلمه فويس اكلمه فيديو. دي كلها بيانات بتتبعت من جهازي لجهاز واحد تاني، فدي اسمها شبكة. طيب اي نتورك بسيطة بتتكون من 3 حاجات. اول حاجة اند ديفايس. اند ديفايس زي كمبيوتر، الموبايل. طيب تاني حاجة النتورك ديفايس زي السويتش والراوتر. طيب تالت حاجة الميديا. الميديا اللي هو ايه؟ اللي يعني مثلا زي الكيبل او السلك اللي متوصل بالراوتر او متوصل بالجهاز الكمبيوتر، تمام، او الواي فاي اللي هو الوايرلس، او الراوتر عندك في البيت انت بتستخدمه كواي فاي، فده برضو طريقة توصيل. البنج ده يعني ايه الاول؟ ببساطة هو طريقة بنختبر بيها هل الجهاز يقدر يوصل للجهاز التاني ولا لا. يعني كأنك بتبعت رسالة صغيرة وتقول له انت سامعني، ولو رد عليك يبقى الاتصال شغال. والبنج بيعتمد على بروتوكول اسمه اي سي ام بي. ده بروتوكول وظيفته الأساسية إنه يعمل تيست للاتصال بين الأجهزة. بعمل تيست، ببعت رسالة، ترد عليا في ريبلاي، تمام، مفيش ريبلاي خلاص. طب لما تبعت البنج بيبعت حاجة اسمها ريكوست. لو الجهاز التاني استقبلها ورد بريبلاي يبقى كده شاف الاتصال، يعني الاتصال ناجح. ولو ظهر حاجة اسمها ريكوست تايمد اوت، وده هنشوفها، يبقى في مشكلة. طيب كفاية نظري، يلا نفتح بقى الباكت تريسر ونطبق عملي. طيب زي ما انت شايف كده ده الباكت تريسر. اجزاء النتورك موجودة تحت، يعني لو شفت كده في حاجة اسمها نتورك ديفايس هنا اهو. نتورك ديفايس ده كده اول حاجة معانا او من اساسيات الشبكة. بتتكون من ايه الشبكة؟ نتورك ديفايس اهو.
طيب الاند ديفايس اهو زي البي سي واللابتوب والسيرفرات وهكذا والموبايل وهكذا. طيب الكونكشن اللي انا بربط بيه اللي هو الكيبل او الوايرلس او الواي فاي على حسب، دي كلها الكيبل اللي انا ممكن استخدمها. طيب دلوقتي انا هسحب اللاب اللي معانا، هسحب جهازين بي سي اند ديفايس. ده البي سي بتاعنا، ادي بي سي اهو تمام، ولابتوب في نفس العمارة او في نفس الفرع او في نفس الشركة وهكذا. طيب ده بي سي 0، معلش بس هنغير الرقم نخليه بي سي 1، واللابتوب ده هنخليه لابتوب رقم 2. تمام، سحبنا جهازين، عايزين الجهازين دول يتوصلوا ببعض، هنسحب سويتش. دول في نفس الشركة يعني في نفس العمارة يعني في نفس النتورك، ما طلعناش بره، يبقى هنستخدم السويتش. السويتش فين؟ اهو في الاند ديفايس، في هنا راوتر سويتش والهاب والسكيورتي او الفاير وول وهكذا. هنا هختار السويتش واختار اي سويتش من هنا، مثلا ده 2960. طيب كده المكونين عندي بي سي الاند ديفايس وعندي السويتش، فاضل الكونكشن. الكونكشن هختار هنا الكيبل او السلك. هختار ايه من الكيبل اللي انا المفروض اوصله ما بين الجهاز اند ديفايس وسويتش، هيكون نوعه كبر ستريت ثرو، ده اللي بيتوصل ما بين الجهاز وما بين السويتش. طيب في البي سي او في الكمبيوتر اللي عندك في كارت شبكة اللي انا بوصل بيه الكيبل واروح للسويتش، فاست ايثرنت برضو او جيجا، خلينا فاست ايثرنت 0/1، دي بورتات السويتش. تمام كده وصلنا، وهوصل السويتش التاني او البورت التاني فاست ايثرنت 0/2 من السويتش الى اللابتوب فاست ايثرنت 0. ده كده كارت الشبكة. تعالى بقى ندي اي بي للاجهزة. انا كاتب هنا البي سي رقم 1 192.168.1.1. تمام، فهندخل على البي سي زي ما عملت كده، نضغط عليه ونروح على ديسكتوب وبعدها على اي بي كونفيجريشن، يظهر لنا الصفحة دي. هكتب الاي بي ادرس هنا 192.168.1.1 واكتب السبنت هنا، ظهرت معانا على طول، حتى لو ما ظهرتش هيبقى 255 0. كده اول حاجة خلصنا منها. تعالى بقى البي سي التاني، ندخل على اللابتوب ديسكتوب اي بي كونفيجريشن 192.168.1، وانا هنا كاتب .2. برضو هنا اختار السبنت 255 0. طيب كده انا عملت ديت اي بي ادرس لكل جهاز، والسبنت ماسك نفس الحكايه، دول كده داخل نفس الشبكه. هنخلي بس الايه الجهازين جنب بعض كده، نفس الشبكه. طيب هنروح على البي سي الاولاني مثلا ونجرب نعمل بينج زي ما قلنا كده، نتست الاتصال. هنفتح الكوماند برومبت. كوماند برومبت زي الشاشه السوداء اللي بتظهر في الويندوز عندنا اللي هي سي ام دي. تمام اهو الشاشه السوداء دي، وهنعمل امر البينج. نجرب نعمل بينج كده. ازاي نعمل بينج؟ تمام، بعد كده نكتب الاي بي بتاع ايه، الاي بي بتاع الجهاز التاني اللي هو 192.168.1.2 ونجرب انتر نشوف. اهو جاب لنا ريبلاي كويس جدا. عندي الباكتس اللي راحت 4 وريسيفد 4 واللوست 0، مفيش فقد. كويس، يبقى كده البنج اشتغل معايا تمام. يبقى كده الاي بي التاني في نفس الشبكه معايا ورد عليا. يبقى كده الاجهزه شايفه بعض والاتصال شغال 100%، وده اول نجاح ليك في الشبكات. الف مبروك. طيب بص بقى، لو غيرت حاجه بسيطه زي الاي بي مثلا، تعال نجرب نغير الاي بي. نخلي بدل الواحد ده خليها مثلا 2.
وتعالى نعمل بينج على الاي بي. بينج 192.168.2.2. نفس الاي بي بعمل عليه بينج. انتر. يا ترى النتيجة هتبقى request timed out اهو. ده معناه رسالة سلبية، مش قادر اوصل للجهاز التاني. الجهاز التاني ده مش معايا في الشبكة اصلا، مش معايا في العمارة، ده اكيد في عمارة تانية. يبقى دي حاجة بسيطة جدا. لو لقيت مثلا ان في عندك request timed out ومش قادر اوصل للشبكة التانية او الجهاز التاني، فده معناه اول ترابل شوت اشوف الاي بيات، اشوف الاي بي. يعني مثلا خلاص انا قفلت الجهاز ده، ببنج على الاي بي. مثلا لو رجعت ابنج تاني على نفس الاي بي الاولاني اللي هو 192.168.1.2، ابنج عليه كده مفيش ريبلاي. طب اعمل ترابل شوت ايه؟ اشوف اول حاجه الاي بيات، اول خطوه. حتى هنا كمان انا كاتب ترابل شوت ان انا اغير في الاي بي، مثلا ان هو رقم اوكتت رقم 3 اغير فيه. انا غيرت فيه خلاص ما عادش فيه اصلا ريبلاي، هو اصلا ما فيش اي بي بالرقم ده. دوت 1 دوت 2 ده مش موجود اصلا في الشبكه. وحتى لما بنكت على 2 دوت 2 ما بنكش، لان هو اصلا مش معايا في الشبكه. انا الشبكه بتاعتي 192.168.1. اول 3 ارقام متشابهين. انما لو يغير اوكتت رقم 3 او يغير اي بي اصلا مش هيبنج، خلاص مش معايا على الشبكه. فده بيحصل جدا مع الناس في الاول، فلازم دايما تتاكد ان الاي بي والسبنت يكونوا مظبوطين. طيب كده انت فهمت يعني ايه نتورك، فهمت الفكره بتاعت السبنت، فهمت البنج، وعملت اول لاب بايدك، وده اهم خطوه عشان تبدا صح. الفيديو الجاي ان شاء الله هنحاول ندخل معانا راوتر ونشوف الشبكات المختلفه، يعني زي الاي بي اللي قدامنا ده اللي هو 192.168.2.2 مثلا، ده في شبكه تانية. ازاي نقدر نوصل له في عماره تانية؟ هنستخدم هنا راوتر، فنقدر نبنج على شبكتين او العمارتين. كده الحمد لله احنا خلصنا اول لاب، وان شاء الله اشوفك في فيديو جديد. في امان الله.